على بداية شهر يوليو انتشرت في الأخبار والصحف والمواقع العالمية كلام عن دراسة جينية جديدة من مصر، إلا إن الموضوع تحول للخبطة ومهزلة إعلامية كبيرة جدا في العناوين. يعني مثلا ادعوا إن الدراسة الجديدة خلاص كده أثبتت إن الحضارة المصرية أصلها مغربي، وفي ناس قالت لفظ أمازيغي، وفي قنوات تانية وأخبار في عالم موازي قالت إن الدراسة وضحت أصل المصريين عراقي، وفي ناس قالت والله احنا شايفين ان المصريين اصلا ما هم الا خليط، لدرجه ان في موقع صحفي اسباني الصحفيه مش عارفه يعني ايه لفظ ميسوبوتاميا اللي ورد في الدراسه، ولخبطت ما بين الاقليم الجغرافي في وادي الرافدين وما بين شمال افريقيا. فهي نفسها مش فاهمه العلم ده عشان تقدر توضحه للقارئ، وده عدم مهنيه كبيره جدا في الاخبار اللي وردت. وفي ناس غيرهم قالوا ان اصل المصريين كان جاي من تونس، وفي ناس غيرهم قالت ان اصل المصريين كان جاي من الاردن. والحقيقه ان اللخبطه ديت كلها دليل على ان مفيش حد فيهم قدر يفهم الدراسة بالمعنى الصحيح. طيب مبدئيا عشان نفهم معنى الدراسة احنا محتاجين نرجع لأساس تكون الشعوب. ازاي المصريين وجدوا كأمة مستقلة، بل ازاي اصلا العرب وسكان شمال افريقيا والاوروبيين وغيرهم من الشعوب نشأوا، لان مفيش حد بيطلع من تحت الارض. علماء الجينات والانثروبولوجيا في دراستين اتعملوا سنة 2016 و2018 بيجاوبونا ويقولوا ان الشعوب اللي احنا نعرفها بالوقت المعاصر في شمال افريقيا والشرق الاوسط نشأوا نتيجة 5 عناصر واحواض جينية من الصيادين اللاقطين هانتر جاذرز. وانا عايزك تفهم حاجة كده قبل ما نكمل. قبل اكتشاف الزراعة كان البشر بيعيشوا على نمط اللاقطين والصيادين، بمعنى ان هم كانوا بياخدوا وبيعيشوا على الطرائد والفرائس اللي بيصطادوها ويرجعوا بيها في الكهف يطبخوها تاني. لكن من بعد ما انتشرت الزراعة بدأ الصيادين دول ينزلوا من المجتمعات بتاعتهم ويشكلوا الشعوب اللي احنا نعرفها في الوقت المعاصر. العلماء قسموا الأحواض الجينية دول والصيادين إلى 5 مناطق رئيسية: سكان شمال أفريقيا، النوتوفيين، ذاجروس غربي إيران، الكوكاز كوكازين هانتر جاذرز، والأناضول. خد بالك إن دول هم اللي تم اكتشافهم فقط، ممكن جدا عادي في المستقبل يكتشفوا زيادة إذا الفحص بقى أكتر وإذا رجعوا بالزمن لمدة أكتر من كده. الأحواض الجينية دي والعناصر دي هي اللي شكلت معظم شعوب المنطقة، بس مع تنويه مهم إن العناصر دي لا تعتبر أعراق بحد ذاتها. يعني مش لما أقول سكان شمال أفريقيا أنا أقصد الجزائر أو تونس، وكذلك لما أقول زاجروس أنا ما أقصدش السكان الحاليين في إيران والأكراد مثلا، أنا أقصد إن الصيادين القدامى في المناطق ديت هم اللي شكلوا الشعوب الزراعية فيما بعد، واللي هم بالمناسبة مختلفين تماما عن السكان الحاليين في معظم المناطق دي. رجوعا لقصة نشأة الشعوب، فالصيادين دول هم اللي شكلوا معظم المجتمعات حاليا. فمثلا لما نيجي نتكلم على العرب، فالقبائل العربية فهي أصولها من عنصر النوتوفيين والكوكازيين والذاجروسيين. ولما نتكلم على السومريين مثلا فهم خليط ما بين العنصر الذاجروسي والأناضولي وهكذا. ولما نيجي نتكلم على المصريين فهم كانوا بالأساس عنصر من شمال أفريقيا بنسبة تصل 60 ل 80%، ثم عنصر شرق أوسطي بالنسبة المتبقية سواء ذاجروس والكوكاز أو الأناضول. عشان كده مثلا ممكن تلاقي دراسات زي ناشونال جيوغرافيك بتقول لك إن المصريين المعاصرين وحط تحتها خط أصولهم 68% من شمال أفريقيا. هو هنا ما يقصدش نسبة المصري القديم، لكن يقصد إن المصريين عندهم النسبة دي من الحوض الجيني ده، لكن نسبة المصريين القدامى أعلى من كده بكتير، لأن المصري القديم بحد ذاته يشمل عدة أحواض جينية. وده بالمناسبة ناس كتير مش فاهماه، كتير من الناس اللي بتشرح الدراسة بتغفل الجزئية دي، وبالمناسبة هي فعلا جزئية تقيلة محتاج يكون في تعمق أكتر ويكون في فهم لنشأة البشر ككل. الصحفيين بقى عملوا إيه؟ جابوا اقتباس من الدراسة الجديدة اللي هي كانت عن فحص عينة واحدة من منطقة النويرات الصعيد مصر، والاقتباس بيقول إن الجينات بتاعته كانت 80% من شمال أفريقيا و20% من الشرق الأوسط، ربما تكون عن طريق وادي رافدين. وعشان الدراسة تكون في السليم استخدموا مصطلح East Fertile Crescent، فهو هنا يقصد أصول ذاجروس. ومن هنا كل واحد جاب النقطة اللي تعجبه على هواية من الدراسة، سواء إذا كانت أصول عراقية أو أصول من شمال أفريقيا. واللي ما يعرفوش بقى الصحفيين دول، وللأسف علماء الدراسة نفسهم ما وضحوهوش في بعض اللقاءات الصحفية، إن عينة النويرات كان في ورقة بحثية غيرها قالت إن النسبة المتبقية للعينة مش جاية من زاجروس أو وادي الرافدين أصلا، ولكنها جاية من الكوكاز. وده لأن عنصر الكوكاز وعنصر ذاجروس متشابهين جدا في بعض الحاسبات العلمية اللي بتستخدم في نظام البايو انفورماتكس، ومش بيكونوا قادرين على تمييزها، لكن والله بيحاولوا على قد ما يقدروا يخمنوا. فهو التحليل مثلا يقول لك ان عنده اصول من الشرق الاوسط بالعصر الحجري، لكن قدرته على التحديد سواء اذا كانت من ذاجروس او من الكوكاز او وادي رافدين بتكون ضعيفة. بالمناسبة خلينا نكرر تاني ان ده مش معناه ان العينة تعتبر 80% محلية و20% اجنبية، لان ده غلط. المصري القديم بحد ذاته نشأ من العناصر دي، زي ما السومريين نشأوا من عناصر غيرهم، وزي ما العرب نشأوا من عناصر غيرهم وهكذا. فكرة ان الشعوب نشأت عن طريق جد واحد زي مصرايم مثلا جد المصريين، زي يعرب جد العرب، دي فكرة غير صحيحة علميا، وكذلك لم تثبت في صحيح الأديان. حد هنا يسأل سؤال: هي الدراسة أساسا إيه أهميتها؟ بعيدا بقى عن التشغيب اللي كان حصل عليها، يعني هي بتثبت إيه بالظبط؟
والحقيقة إن أهم الحاجات اللي موجودة في الدراسة تم تجاهلها تماما في الإعلام. مبدئيا الوضع قبل دراسة النويرات كان إن المومياوات المصرية الوحيدة اللي تم فحصها هي مومياوات أبو قير بعمر يصل ل 600 700 قبل الميلاد بعصر الأسرة 26. وأبو قير هي منطقة أثرية في شمال بني سويف، وطلعت متشابهة جدا مع المصريين المعاصرين لدرجة إن في سيدة مصرية جابت نسبة أصول 100% من المومياوات دي، بمعنى إن هي مش محتاجة أي أصول تانية خارج أبو قير، وبالتالي ده إثبات إن المصريين المعاصرين يعتبروا أحفاد للمصريين القدماء. وكانت حركات الأفروسنتريك بترفض الدراسة وتقول لك والله العينات عمرها صغير جدا، وجت بعد احتلالات نزلت على البلد وما إلى ذلك، علما إنه العينات أصلا من شمال الصعيد من بني سويف وهي أقرب لوسط مصر. فأنت لو هتقول إن العينات لأجانب، طب إزاي الأجانب غلبوا على العنصر المصري لغاية وسط مصر، وفي فترة تكاد تكون بعد الأسرة 25 مباشرة؟ معقولة الفترة القليلة دي دخل الأجانب وتبنوا اللغة المصرية وكمان أخذوا التعليم الدينية المصرية لدرجة كمان بقوا موجودين كمومياوات؟ وهنا كانت أهمية الدراسة الجديدة. خلينا نفترض ونمشي ورا الكذاب لغاية الآخر. الدراسة الجديدة بتاعت مومياوات النويرات تم مناقشة أصولها في ورقتين بحثيتين. الورقة الأولى قالت إن المومياوات تمثل استمرارية مع أبو قير بنسبة تصل ل 90%، بينما الورقة الثانية قالت الاستمرارية تتعدى ال 70%. يعني الاختصار، الراجل ده بتاع النويرات اللي عمره يصل لعمر بناة الأهرامات بيؤكد أصول المومياوات المصرية أبو قير رقم 1، ورقم 2 بيؤكد أصول المصريين الحاليين، لأن مومياوات أبو قير تمثل استمرارية مع المصري الحالي بنسبة كبيرة. ومن هنا احنا نقدر نقول إن الأصول المصرية مستمرة على مدى أكتر من 4000 و5000 سنة. ولو أخدت بالك مفيش أي كلام خالص في النويرات عن أصول الأفريقية السمراء. مش كنتم بتقولوا كأفروسنتريك إن هم أفارقة؟ طيب فين الأصول دي؟ لدرجة إن في الورقة البحثية الأولى قالت إن الأصول المستمدة من منطقة جنوب الصحراء تكاد تصل 0%. فهو حتى لو كان الراجل أصوله مختلطة أو أجنبي فالمفروض يبقى فيه على الأقل أي نوع من الجينات بتاعتهم، ما هو مش هتبقى 0%. لا وإيه؟ ده جاي من الصعيد من منطقة المنيا، يعني مملكة الجنوب. ما انت خد بالك الافروسنتريك مش هيسيبك من غير ما يعورك. كان بالنسبه له زمان اذا اتزنق يقول لك بس مصر القديمه دي كانت خليط اعراق، وانا ليا الجنوب المصري في الصعيد كافريقي اسمر، والله ممكن الشمال ده يكون بتاعك. الا انه مفيش الكلام ده، وسكان مصر القديمه من عصر بناة الاهرامات لغايه ابو قير ولغايه المصري الحالي هي اصول متحده ما تقدرش تفرقها ولا تقدر تجزأها. وفي النهايه زي ما قلنا ما لهمش اي علاقه لا بسكان نيجيريا وتوجو ولا الكاميرون ولا افارقه امريكا ولا غيره. وده كلام خطير جدا ضد مناظري الافروسنتريك المتعاطفين معاهم اكاديميا، لانه ببساطه بينفي روايتهم تماما. وعشان برضه نبقى غطينا الموضوع بكل جوانبه، فبعض الاكاديميين ذكر ان عينه النويرات تعتبر لفرد واحد فقط، وان احتمال الفرد ده يكون تزوج من بره مصر قائم سواء لغرض التجارة أو نوع من الزواج السياسي وغيره. وده على كل حال مش هيأثر كتير على الضربة اللي أخذها الأفروسنتريك، لأن احنا لو قلنا إن هو مختلط فما زال لا يملك أصول منه، وكذلك لا يؤثر على حقيقة الاستمرارية بأي نسبة مع مصريين أبو قير والمصريين المعاصرين. هنا يتبقى لنا جزئيتين لازم نناقشهم في الأخبار الجديدة. الجزئية الأولى لفظ ميسوبوتاميا أو إيست فيرتايل كريسنت اللي بعض الصحف فسرته وقالت إنه أصول عراقية، وده طبعا غير صحيح، بل يكاد يكون إحراج ليهم أصلا. لأنه لما نيجي نتكلم على الجينوم العراقي الحالي فأنت تقصد هنا مجموعات سكانية زي العرب والأكراد والصابئة والكلدان والأيزيديين والتركمان وغيرهم كتير جدا. دول كلهم اسمهم الجينوم العراقي الحالي، وكل جماعة منهم مختلفة أصلا في أصولها عن الجماعات التانية. فبالتالي اللفظ بتاع Ancient Mesopotamian Ancestry لا يقصد به العراق الحالي زي ما بعض الصحف قالته تماما، لأن أنت أصلا إذا أنت هتقصد العراق الحالي فأنت تقصد أي جماعة بالظبط. ده غير ان لفظ ميسوبوتاميان انسستري في الدراسات الجينيه بيشمل اصول قديمه منتشره في العراق وفي سوريا وفي شرق تركيا، وليست حكر على كيان العراق السياسي الحالي الذي لم يذكر في الدراسه اساسا بطولها وعرضها. وطبعا الاخوه العراقيين والباحثين في مجال الجينوم بالفعل ساعدونا ووضحوا ان بعض الصحف كانت بتحاول تصطاد في المياه العكره. الجزئيه الثانيه وهي ان الدراسه ذكرت منطقه اسمها السخيرات بالمغرب، والمنطقه دي كان تم فحص هيكل منها واتضحت انها مشابهه لجينوم مصر القديمه. وده كان برضو مدعاة للتشغيب من بعض الصحفيين، علما انه دراسة السخيرات وضحت في التصريح الرسمي بتاعها سواء في النص او في الداخل ان العينة تعتبر مهاجرة عن طريق مصر، وبالتالي فالزعم ان هي تمثل اصول مغربية اساسا غير قائم ولا تمت حتى للجانب الامازيغي الحالي. الحقيقة انه رغم ان الضجة الاعلامية دي كانت سيئة جدا ومضللة، الا انه الجميل فيها انها بتوضح لي كمصري الجنون اللي بيجي مع ذكر الحضارة المصرية وكمية الطمع وراها. بيقعدوا يقولوا ليك حضارة كفار، حضارة قبور، المفروض انك ما تفتخرش بيها، الا ان وقت الجد بتلاقي الكل بيجري ويلهث وبيحاول يسرقها. واديك شفت بعينك تشتيت العناوين الكتيرة جدا من صحف اوروبية وشرق اوسطية وما الى ذلك.
وده دليل على أهمية الكنز اللي ما بين إيدك واللي ممكن يكون حضرتك مش مدرك أهميته، لأنه في النهاية دي حضارة والعظمة اللي متواجدة في جيناتك أنت مش في جينات حد تاني. شكرا ليكم، وما تنسوش تتابعونا لو على الفيسبوك أو يوتيوب لموضوعات تانية كتير بخصوص الجينوم والتاريخ. وبالمناسبة هيكل النيورات فيه شبه كبير جدا من دكتورنا وأستاذنا دكتور مجدي يعقوب، وده التصور العلمي لملامح المومياء من الدراسة الجديدة.